إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام. في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن آمن بربه وبدار البقاء. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المال في الإسلام، الذي نسأل الله جل في علاه أن يكون خالصا لوجهه الكريم، موافقا لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، اعتناء الإسلام بالمال وما يتعلق به هو اعتناء ظاهر وجلي يتضح من خلال تتبع النصوص الشرعية التي تحدثت في هذا الجانب، والمسلم بحاجة إلى التوصل إلى التصور الصحيح للمال في ضوء الكتاب والسنة وعلاقة الإنسان به. حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل مفهوم وحقيقة وخصائص المال في ضوء الكتاب والسنة. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. فأهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. أهلا وسهلا بكم وبالإخوان المستمعين والمستمعات. كثرة حديث القرآن شيخنا الكريم عن المال، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم 86 مرة، وهو ما يعطي موضوعنا أهمية بالغة. نريد بداية أن نأخذ المفهوم الشرعي للمال كما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله لنا ولكم جميعا السداد والهدى والتوفيق الذي يرضيه. من المفيد والمهم أن يعرف بالمال، لأن كثيرا من الناس يقصرون معنى المال على ما يتعاطونه من النقود، والواقع أن المال أوسع من هذا. يطلق المال على كل ما يملك من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان. ولهذا كانوا يقولون في الجاهلية المال الإبل، لأنها من أنفس ما يملكون. إذا ليس المقصود بالمال هو مجرد النقود المعروفة الورقية هذه كما قد يظن البعض، بل له مفهوم واسع يشمل هذه كلها. الله أكبر. نعم. إذا ما انتقلنا أيضا فضيلة الدكتور للحديث عن هذه الضرورة من الضرورات الخمس التي نادى الإسلام بحفظها، وهي المال، دعنا نتحدث عن هذه الجزئية تحديدا. نعم، لا شك أن هناك ضرورات خمسا عظاما جدا جاء الشرع بحياطتها وحفظها غاية الحفظ. جميل. وحتى نعرف عظم قدر هذه الضرورات فإن على رأسها الدين، والدين كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، لا شيء أعظم من الدين. فما الذي جعل مع الدين؟ جعل مع الدين ضرورات عظام كبارا جدا، كان منها المال. فجاء الشرع بحفظ الدين وبحفظ العرض وبحفظ المال أيضا من ضمن هذه الضرورات، فهو من الضرورات العظام الجسام الكبار التي ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة حيازتها وحفظها والاحتياط فيها. ولهذا في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قرن الدماء والأموال والأعراض في حديث واحد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فقد يستعظم بعض الناس الدم، وهو صحيح استعظام في محله، لأن أعظم ما يمكن أن يقع فيه المسلم أن يسفك دما حراما. ولكن يقال أيضا لا يستسهل أمر الأموال، فإن أمر التعدي على الأموال قد جاء الشرع فيه بتشديد عظيم. ولهذا جعل الشرع عقوبة بالغة للسرقة، وهي قطع اليد التي سرقت إذا تحققت الشروط. لما؟ ليردع الناس عن العبث بالأموال. يقارن هذا أيضا أمر آخر. الشرع جعل للمؤمن أن يدافع عن ماله ولو أدى إلى قتله، وجعل قتله في هذا السبيل نوعا من أنواع الشهادة. روى مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي
نعم. قال لا تعطه مالك. قال فإن قاتلني، قال قاتله. قال فإن قتلته، كأنه خشي على نفسه أن يسفك دمه. قال فإن قتلته، قال هو في النار. قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. الله أكبر. هذا دفاع عن المال، وهذا كله في دفاع عن المال، حتى لا يظن أن أمر المال يسير في الشرع وأنه يمكن أن يتعدى عليه، بل يحال دون الناس والعبث به ولو بقتلهم إذا لم يدفع إلا بهذا. ومن المعلوم أنه لو دفع بموعظة أو بما هو أقل من القتل لوجب ذلك، لكن إذا لم يمكن أن يحال بينه وبين المال إلا بقتله فإنه يدفع ولو بالقتل. وهذا يدل على أن الشرع احتاط في أمر المال وحفظه حفظا بالغا. لكن دكتور، اقتران الآن المال بحفظ أيضا النفس كما ورد في خطبة الوداع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. يعني هو الآن أكد أو قرن المال أيضا مع النفس. هل يعطي هذا دلالة عظيمة وكبيرة على أهمية المال وأنه يجب أن يكون يعني مصانا كما ورد في خطبة الوداع؟ نعم، هذا تقدم الكلام عليه قبل قليل، أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرن حرمة المال بحرمة الدم. يقرر أهل العلم أن أعظم ذنب يمكن أن يقع فيه المسلم بعد الشرك هو قتل النفس، لأن هذا أعظم الذنوب التي يمكن أن يقع فيها المسلم. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لكن لو نرجع للنص: إن دماءكم، هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بدأ بالدماء، نعم، ثم بعد ذلك الأموال ثم بعد ذلك الأعراض. نعم. وأيضا في نصوص القرآن كثيرا ما يذكر المال مع الأنفس. جميل. يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال وبالنفس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في هذه الخطبة التي حضرها أكثر من 100,000 يقرن الدم مع العرض مع المال في الحرمة، هذا يدل على عظم شأن هذه الأمور الثلاث، وأنه ليس من السهل أن يتعدى عليها. ولهذا قلنا إن المال معدود في الضرورات الكبار، فكما أن الدين ضرورة وهو أعلى وأكبر الضرورات قطعا، فإن الدم ضرورة كبيرة أيضا، وكذلك المال. وإن تفاوتت قطعا هذه الضرورات، أعظم الضرورات وأشدها وأكبرها الدين، الله. وكذلك الحال فيما يتعلق بالدم. ولكن أيضا المال يأتي ضرورة من الضرورات، ولهذا لم يجعل في الأمور التي هي بمثابة الحاجيات، وإنما جعل في الضرورات الكبار التي إذا انفرط عقد واحد من هذه الضرورات عياذا بالله لم يمكن المعيشة، لا يمكن أن يعيش الناس معيشة سوية. إذا أضر بهم إضرارا في دينهم أو في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنسابهم، لا شك أن هذه مسائل تضر ضررا بالغا، ولهذا احتاط الشرع لها هذا الاحتياط. وحتى في عقولهم أيضا متى. نعم. هو ضمن الضرورات، حفظ العقل ضمن الضرورات. دعنا نتحول لفضيلة الدكتور بعد هذا التمهيد المبارك لمفهوم المال للحديث أيضا عن قاعدة المال وملكية الإنسان له في ضوء الكتاب والسنة، أيضا استنادا على تلك الآيات العظيمة في القرآن الكريم. نعم، هذا أمر في غاية الأهمية. حقيقة المال في ضوء النصوص، أول ما يقرر أن المال لله عز وجل. قال الله تعالى في شأن المكاتب من المماليك: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فنسب المال سبحانه، يعني أضاف المال تعالى إلى نفسه. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية قولين، قال بعضهم المراد أن يطرح لهؤلاء المماليك المكاتبين، مقصود المكاتب من المماليك الذي يكاتب سيده ليعتق، يعني يشتري نفسه. الله تعالى أمر أن يؤتوا من المال، قيل أن يطرح لهم، وذكر ابن كثير أن هذا هو القول الأشهر. الثاني المراد النصيب الذي فرض لهم من أموال الزكاة. الشاهد هنا في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله، فالمال مال الله. ولهذا قال ابن سعدي رحمه الله: أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن إليكم. فالحقيقة أن المال لله. وما العجب في هذا؟ والعبد ملك لله، نحن عبيد لله يملكنا، فكذلك ما نملك من الأموال وغيرها هي ملك لله، لأن العبد وما يملكه لسيده الذي خلقه تبارك وتعالى. لكن فضيلة الدكتور، يعني في القرآن الكريم إضافة للمال للناس ونسبة لهم أيضا، كما يقول عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف نستطيع أن نجمع بين القولين وأن الملكية لله عز وجل؟ نعم، هذا يبينه قوله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله.
فالمال قد أضيف إلينا لأننا مستخلفون فيه. ولهذا ذكر المفسرون أن هذه الآية دليل على أن أصل الملك لله عز وجل، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه الجنة. لهذا قال الحسن في قوله تعالى مستخلفين فيه بوراثتكم إياه ممن كان قبلكم. وهذا يدل على أنها ليست بأموالنا في الحقيقة محضة، وإنما نحن بمنزلة النواب والوكلاء. ولهذا يقول المفسرون في هذه الآية ينبغي أن يغتنم صاحب المال الفرصة قبل أن يزول عنه إلى من بعده، لأن هذا المال متى وصل إليك؟ بعد أن زال عن غيرك ووصل إليك، فكذلك أنت. ومن هنا ذكر ابن كثير أن الآية فيها الحث على الإنفاق مما جعلنا مستخلفين فيه، أي مما هو معنا على سبيل العارية. فالمال في الحقيقة عارية. وقوله تعالى مستخلفين فيه ذكر رحمه الله أن فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد به منك. أورد ابن كثير في هذا الموطن حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. الحديث رواه مسلم. فهذا يدل على أن وجود المال عند العبد فترة هي فترة استخلاف وفترة ابتلاء. جميل. لينظر الله تعالى ماذا يفعل في هذا المال، ثم بعد ذلك سينتقل عنه. وهكذا كل ملك من ملوك الدنيا أو من ملك الأموال أو غيره. ولهذا يقول الله تعالى في الملك يوم القيامة: الملك يومئذ الحق للرحمن. الله. يتضح. ولهذا سمى نفسه تعالى بمالك يوم الدين، مع أنه تعالى يملك الدنيا والآخرة. فالملك الحقيقي لله عز وجل. ولكن في الدنيا يملك الناس ملكا قاصرا، سواء كان ملكا بمعنى أن يكون لهم السيطرة والغلبة، أو كان ملكا على مال أو غيره. فهذا استخلاف من الله عز وجل مدة بقاء العبد في حياته، والله تعالى محاسبه على هذه الفترة ما الذي عمل فيه من هذا المال. نعم، جميل. لكن فضيلة الدكتور، متى ما وقفنا أيضا مع بعض النصوص في القرآن الكريم، أنت تحدثت عن هذا المال هو ملك لله عز وجل، لكن هناك آيات أخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نريد أن نقف وقف التأمل مع هذين النصين. نعم، لا شك أن الله تعالى كما تقدم هو الذي يملك العبد ويملك ماله. ولكن جاءت مثل هذه النصوص كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. معلوم أن الله تعالى لا يحتاج المال. فهذا الاقتراض من الله تبارك وتعالى للمال، يقول أهل التفسير: هذا من كرم الله حيث سماه قرضا، والمال ماله والعبيد عبيده. ووعد تعالى بالمضاعفة عليه يوم القيامة، يوم يتبين كل إنسان فقره ويحتاج أعظم الحاجة إلى أي شيء من الجزاء الحسن. هذا معنى كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى. كون الله يسميه قرضا مع أن الله تبارك وتعالى غني عن العبد وعن ماله، ثم إن الله تعالى إذا أحسن العبد الخلافة في المال جازاه تبارك وتعالى عليه، فهذا من واسع فضله. وهكذا قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول المفسرون: مع أن المال لله تعالى والعبد مستخلف فيه يلزمه طاعة الله، فقد تفضل الله عليه بشرائه منه، وهذا من فضله ومنته. الشراء معناه إخراج الشيء من الملك بشيء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه. لهذا قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. المراد بالأنفس هنا أنفس المجاهدين، والأموال ما ينفقونه في الجهاد. اشترى تبارك وتعالى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهذه هي السلعة التي تباع، الأموال والأنفس. والشاهد عندنا الآن هو موضوع المال، بأن لهم الجنة، والجنة أعظم ثمنا ولا تقارن مطلقا بالنسبة إلى المال وبالنسبة للنفس، لأن الجنة أعلى ما يمكن أن ينال. المقابل لها لا شك أن الله تعالى طلب من العبد أن يطيعه فيثيبه عليه الجنة في مدة محدودة، ثم يبقى البقاء السرمدي في جنات النعيم. قال تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال: فاستبشروا ببيعكم. هذا بيع الله الذي بايعتم به، معناه لتعزموا بذلك وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا على هذا البيع العظيم. نعم.
كون الله تبارك وتعالى يشتري من العبد هذا المال وهو ليس بحاجة إليه، بل وهو الذي منحه سبحانه، هذا يوضح معنى كون الله تعالى تفضل على العبد بهذا المال ابتداء وانتهاء. ولكن البون شاسع ما بين السلعة والثمن فضيلة الدكتور. لا شك. نعم، الثمن قليل والسلعة عظيمة وهي جنات النعيم، وهي السعادة الحقيقة العظيمة والسرمدية الأبدية. ولهذا يحسن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ومن العمل في المال. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدل على أن العبد مهما بذل ومهما عمل، ولو أنفق ما أنفق من المال، ولو أزهق نفسه في سبيل الله، لا يمكن أن يدخل بهذا إلى الجنة، لأن الجنة أرفع بكثير من أن تنال بمثل هذا لولا تفضل الله. ولهذا قال أهل العلم إن قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية وليست على سبيل العوض، يعني بسبب أعمالكم، وليست الجنة مقابلا لهذا، لأن الجنة أرفع بكثير. وأنت الآن تعيش في الدنيا مثلا 10 سنين بعد أن تكلف وتبلغ، لأن القلم يجري على العبد إذا بلغ 20 سنة 60 سنة، ثم تبقى في الجنة ماذا؟ إلى الأبد. ثم أين نعيم الجنة من نعيم الدنيا؟ لولا أن ثمة تفضلا من الله تبارك وتعالى ورد به العبد الجنة. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني الآن هذا بيان لفضل الله عز وجل، فهو الذي يعطي المال ومع ذلك يشتريه من العبد وهو غير محتاج له عز وجل، ويجازيه بالجنة العظيمة. هذا بيان لفضل الله عز وجل. نعم، يبين فضل الله تبارك وتعالى بأن أوصل إلى العبد هذا المال. ثم أمر في غاية الأهمية بأن قبل منه، لأن الله تعالى لو بذلت ولم يقبل لا تستفيد. نعم. الله عياذا بالله إذا رد على العبد عمله فلو بذل، فإن الله تبارك وتعالى له فضل في إيصال المال إليك، ثم له فضل تبارك وتعالى في قبوله منك. نعم. ثم له فضل تبارك وتعالى في جزائك عليه الجنة. نخلص من حديثكم السابق فضيلة الدكتور أن الوظيفة الأسمى للمال هي تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل، لا تحقيق الملذات في الدنيا، وهو ربما ما يدفع الناس الآن إلى الانشغال بالدنيا وترك عبادة الله عز وجل. لا شك أن المال هذا هو الهدف منه. الهدف من المال الاستعانة به على طاعة الله، فمن استعان به على طاعة الله فقد حقق الهدف الذي من أجله جعل الله المال في يد العبد. أما من لم يحقق هذا الهدف فاشتغل بالمال عن هدف العبد الذي لأجله خلق، وبينه تعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمعنى ذلك أن العبد قلب الهدف. ولهذا ثمة حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند ينبغي لكل مسلم أن يتدبره غاية التدبر، فيه أن الله تعالى يقول: وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المال لم نعطى إياه إلا لنصلي ولنزكي ولنستعين به على طاعة الله، فإذا أعطينا المال ففرطنا بسببه في الصلاة وفرطنا بسببه في الواجبات فقد قلبنا الهدف. ولهذا قال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن هذا في الحقيقة قلب وتحويل وظيفة المال أيضا. نعم، حورت الأمر. أنت أعطيت المال حتى تستعين به على طاعة الله، فإذا اشتغلت به عن طاعة الله فقد قلبت الهدف من المال. ولهذا قد يكون المال نقمة عياذا بالله. الناس الذين جعلوا المال بهذا الوضع كما قال تعالى: لم يزده ماله وولده إلا خسارة. انقلب الأمر الآن، فصار المال وبالا عليه ونكالا وبلاء عليه. فمن هنا من عرف هدف المال وهو أن يقام به أمر الله وتقام الدنيا بأسرها على ما فيه رضاه تبارك وتعالى فقد حقق الهدف من المال. ومن اشتغل بالمال للأسف كما يقول بعض الناس: لما لا تحافظ على صلاة الفجر؟ لما لا تحافظ على صلاة الجماعة وقد أوجبها الله عليك؟ يقول: أنا مشغول. بماذا؟ هل يمكن أن يكون هناك شغل في الدنيا أهم من الصلاة التي لأجلها خلقت؟ وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا أمر يجب أن يعيه المسلم غاية الوعي. ما الهدف من هذا المال؟ لأن المال قد فتنا به، يعني قد اختبرنا به، لأن المال كما ذكر الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. فحتى أحقق بعد توفيق الله تعالى النجاح في هذا الاختبار، ما الذي ينبغي أن أفهمه عن حقيقة المال؟ أن أستعين به على طاعة الله. فإن عكست وجعلت المال سببا في الانشغال عن طاعة الله فقد صار المال عياذا بالله وبالا.
وأيضا فضيلة الدكتور من آمن وأدرك أن الرزق من الله عز وجل، وأنه متى ما توجه إلى الله عز وجل وقام بالواجبات الشرعية فإن الله سيرزقه رزقا عظيما في الدنيا، وأيضا خلافا للأجر الذي يدخر الله عز وجل في الآخرة. نعم، ويوضحه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتي رزق حتى العبد في حساباته التي يتصور أنه سيأتيه رزق من هذا الباب ومن هذا الباب، يأتيه رزق لم يحتسبه، لكن تقدمت التقوى. لما تقدمت التقوى ذلل الله عز وجل الدنيا فجاءت. أما إذا اشتغل العبد بالدنيا فكما في الحديث: إذا اشتغل بالدنيا لم يأته منها إلا ما كتب له، وصار قلبه عياذا بالله متشعبا في شعابها، وهذا التشعب في الدنيا لن يأخذ معه إلا النصيب الذي قدر له. فلهذا إذا اتقى الله تبارك وتعالى ذلل الله عز وجل له الدنيا ويسرها، كما قال تعالى أيضا في الآية التي بعدها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتتيسر الأمور. لكن إذا اعتمد الإنسان على نفسه وعلى حظه وحوله وقوته، واعتمد الطبيب على علاجه، واعتمد التاجر على تجارته، وكلهم الله إلى هذا. ولهذا في كلمة في غاية الدقة للشافعي رحمه الله عند قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول: إن الله نزه نبيه أن يتوكل على حي يموت، لأن الناس يتوكلون على سلطان، على ذي تجارة، يتوكلون على ضيعة وعلى مال، وهذا كله مما ينقطع. فالله تعالى أمره أن يتوكل على ربه الذي هو حي لا يموت. نعم. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتقدم بجزيل الشكر بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء والتقدير إلى ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. الشكر موصول لزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى لقاء قادم إن شاء الله. تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام. في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام. في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسال هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي المال في الإسلام. حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام استكمال لما بدأناه في الحلقة السابقة من كون المال فتنة على العبد. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. وأهلا بكم ومرحبا. وقفنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن وظيفة المال في الإسلام إلى أن المال فتنة كما ورد في القرآن الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نتحدث عن هذه الجزئية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله تعالى أن المال وكذلك الأولاد فتنة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المراد بالفتنة كما ذكر المفسرون أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. هذا وجه كونه فتنة. ولهذا قد ينجح الإنسان في هذه الفتنة ويوفق، وقد لا ينجح فيعاقب. ومن هنا كان بعض السلف إذا تعوذ الإنسان من الفتن عموما قال: إن المال والولد فتنة، فكأنك تتعوذ تعوذا عاما. ولهذا كان بعضهم يقول: تعوذ بالله من مضلات الفتن، لأن المال فتنة، فإذا وفقت لاستعماله فيما يرضي الله عز وجل فقد نجحت. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الله.
فالمال يمكن أن يكون سببا من أسباب الدخول في الجنة إلى الجنة، يمكن أن يكون سببا من أسباب نشر الإسلام، فكونه فتنة يعني أنه محل اختبار. لو ذكرنا وجوه كون المال فتنة، الحقيقة أنه يكون فتنة من عدة جهات. المال فيه اختبار عظيم لصاحبه من جهة أداء الحقوق الواجبة في المال أو منعها. ثمة حقوق كالزكاة، ثمة حقوق كالنفقات الواجبة يبتلى الإنسان بها، فالمؤمن الموفق يؤديها ونفسه طيبة، لا يؤديها على سبيل كأنها نوع من أنواع الضرائب وأنواع الإجبار، بل يؤديها بانشراح صدر وبابتهاج وفرح بأن الله تبارك وتعالى طلب منه هذا. ولهذا كثير من الأخيار يعطي الزكاة ويزيد من محبته الشديدة لفريضة الله تبارك وتعالى وتطبيق أمره. وهذا أيضا من إرهاصات والعلامات على وجود الإيمان في قلب العبد. لا شك أن المال محك كبير من المحاك العظيمة التي تبين الإيمان، لأن كون العبد يوفق في أمر المال إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى مع كونه محبوبا للنفوس هذه المحبة، هذا يدل على إيمان هذا العبد. إذن هذا وجه من وجوه كونه فتنة، أن ينظر في أدائه للحقوق الواجبة في المال نفسه. هناك وجه آخر، المال لا شك أنه يجلب لصاحبه نوعا من الرفعة في الناس، فتجد أن الناس تنصرف وجوههم إلى أصحاب الأموال. هنا يأتي أمر الفتنة بالمال. هل هذا العبد الذي أعطاه الله المال وكان فقيرا ولولا الله تبارك وتعالى لما كان عنده أي شيء، هل ترفع وتجبر بهذا المال على من زاده الله تعالى عليه في ماله؟ ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وجوه البغي من عدة جهات، شاهد موضوعنا هو المال. قد يبغي الإنسان بسبب المال، وهكذا قد يفخر بسبب المال، كما ذكر الله عز وجل في قصة صاحب الجنة في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا وولدا، يترفع بأنه أكثر من صاحبه مالا وولدا. من أعطاك المال؟ من أعطاك الولد؟ فالتجبر والترفع بالمال هذا من المحاك العظيمة. ولهذا من أجمل وأحسن صور التواضع أن يتواضع أرباب الأموال، لأن المعتاد أن الناس تتعلق نفوسهم بهم ويكثر الذين يتبعونهم ويلحقونهم ويستجدونهم، فإذا كان صاحب المال متواضعا فهذا من أجمل وأحسن أنواع التواضع. لكن ما هي الوسيلة المعينة حتى أتواضع في مالي إذا كان مالي كثيرا؟ هل إدراك أنه من الله عز وجل هذا خير معين؟ هذا أكبر ما يعين العبد، الله. أن يقول العبد: من الذي منحنيه؟ فيعلم أنه الله. ماذا يريد الله مني حين أعطاني المال؟ يختبرني به. ولهذا لما أتى عرش ملكة سبأ عند سليمان عليه الصلاة والسلام، أمر يجلب شيئا عظيما من الزهو، لولا أن الله يوفق أنبياءه للثبات. عرش في اليمن يؤتى به إليه في الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، أول ما رآه: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكذلك الحال فيما يتعلق بالمال، كون المال يكثر بيد العبد ويتيسر له دروبه لا يحل هذا إلى نفسه. ولهذا ذكر الله تعالى أن قارون وهو من الهالكين الذين لم يوفقوا في أمر مالهم ومات على كفره، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وهذا ضرب من ضروب التجبر، أني صاحب دراية وفهم وعلم بوجوه المكاسب، فأحال الأمر إليه ولم يحل الأمر إلى الله. فالعبد من أعظم ما يعينه على التواضع في مال أو علم أو سلطان أن يعلم أن هذا منحة من الله، فعند ذلك لا يترفع ولا يتجبر. وجه آخر من وجوه الابتلاء بالمال وهو كثير، عدم الانشغال به عن الواجبات الشرعية، كما تقدم في قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر تعالى أن المخلفين عن الجهاد يعتذرون بقولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذا لا عذر فيه، لأن الأهل والأموال ليست سببا لترك الواجبات الشرعية إلا في حال عدم القدرة لوجه آخر، فهذا أمر آخر. لكن يقول الإنسان: لن أؤدي الواجب الشرعي لأني مشتغل بمالي. تقدم أن المال لم يعطه العباد إلا ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولهذا نهى الله عن الإعجاب بأموال المنافقين. لكن قبل هذا فضيلة الشيخ يعني أيضا يعزز ما تحدثتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم لا شك، ولهذا حرم الله تعالى البيع في مثل هذه الصورة ولا ينعقد. لو أن أحدا بعد الأذان الثاني للجمعة باع لقيل البيع محرم فلا ينعقد. لما؟ لأن البيع على خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى. اسعوا إلى ذكر الله، اترك الآن البيع واترك الشراء واتجه إلى ذكر الله، ولو كانت البيعة مناسبة، ولو كانت في فرصة يعني قد لا تتكرر اتركها، لأن البيع في هذه الحال سيصدك عن ذكر الله. ولهذا نهى الله عن الإعجاب بأموال المنافقين في قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ثم بين تعالى الحكمة: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فقد يكون المال عياذا بالله وبالا على صاحبه. ما المراد بالعذاب هنا؟ ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيله، والسعي الشديد، وهم القلب، وتعب البدن، ثم مع ذلك هو وبال عليه في الآخرة. لهذا فهذه الأموال على أهل الكفر تعد خسارا. قال تعالى عن نوح في شكواه لقومه: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فالحاصل أن هذا من وجوه الفتنة في المال. هل هذا المال أشغل عن طاعة الله؟ أشغل عن الواجبات؟ إذن هو وبال على عبده. ولذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان يعمل، فإذا رفع المطرقة وأذن المؤذن لم يردها، وقد رفع المطرقة ليضرب تركها، حتى مجرد هذه التي لن تأخذ إلا ثواني يسيرة يكف عنها، يعني تنفيذا لكونه يؤدي ذكر الله ويترك ما يشغله عنه. وأيضا يحقق التصور الحقيقي والصادق للمال في الإسلام. نعم. تركه لمثل كسب الأموال في وجود الواجبات الشرعية. لا ريب أن الحقيقة أن هذه، وهذا من الأمور التي نؤكد عليها في هذا الموضوع وفي غيره. تحدثنا فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة عن أن المال ورد ذكره في القرآن الكريم 86 مرة. الحقيقة استرعتني تلك الآية العظيمة في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. لو وقفنا عندها ومعانيها. ذكر الله تعالى هذه الآية وبين تعالى شيئا من زينة الدنيا، منها المال والبنون تحديدا. فقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لاحظ بقية الآية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله. ذكر الله أمرين اثنين: الأول زائل لا يبقى، وهو المال والبنون، يتمتع به العبد مدة محددة ثم يزول عنه. فهو زينة لكنها محدودة. قرن الله تعالى هذه الزينة المحدودة بالأمر الذي ينفع ويبقى، وهي الباقيات الصالحات، الباقيات التي تبقى للعبد من الأمور الصالحة كذكره لله تبارك وتعالى وعباداته له سبحانه وبحمده. طيب، هل يمكن أن ينفعني المال لاحقا كونه زينة؟ يكون من الباقيات الصالحات مثلا؟ يعني لاحظ أن المال أضيف إلى ماذا؟ إلى الدنيا، زينة الحياة الدنيا. فإذا أنا ذهبت عن الدنيا فقد ذهبت عن الدنيا وعن زينتها. فمتى يمكن أن يبقى لي مالي وأستفيد منه؟ إذا قدمه العبد أمامه. الله. وهو الذي تقدم الكلام عليه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. فالمال زائل وهو زينة دنيا، والدنيا بأسرها ستزول بزينتها وبأهلها، فكيف يبقى لي مالي؟ لأن الله ذكر معه الباقيات الصالحات هذه باقية لمن قبلها الله منه. فهذا المال الذي هو زينة، على العاقل أن يتفكر في الوسائل التي تبقيه له. الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. كيف أجده؟ بأن أقدمه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه؟ فمن يحب أن يكون ماله لوارثه؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الذي يبقى هو الذي يقدمه، أن مالك الحقيقي، المال الحقيقي لك هو الذي تقدمه أمامك، والذي تبقيه عندك يكون لوارثك. فالمال النافع هو أن تقدمه، ومن ضمن ما تقدمه ليس فقط صدقات على الأيتام والفقراء، من ضمن ما تقدمه أن تقدمه مثلا نفقة على أهلك. فمن أنفق على أهله فهذا من أعظم وجوه البر والخير. ليس أمر المال مقصورا على يعني في نفعك انتفاعك به في الآخرة، ليس مقصورا فقط على الصدقات مثلا وبناء المساجد وطباعة الكتب وتوزيع المصاحف. ما تنفقه على أهلك من النفقات الواجبة ولا سيما مع الاحتساب لا شك أنه يبقى لك. فلما ذكر الله شيئين: زينة تفنى وهي المال والولد، وذكر سبحانه وتعالى الشيء الباقية وهي الباقيات الصالحات،
هذا ينبغي أن يجعل عند العاقل تفكرا دقيقا كيف يبقى لي مالي في الآخرة. أما في الدنيا فإن الإنسان إذا مات كما في الحديث يتبع العبد إذا مات ماله وأهله وعمله، يتبع المال والأهل والعمل. ما الذي يبقى؟ يبقى عمله ويرجع أهله وماله. فالمال سيمضي، إما أن تمضي أنت عنه بالموت أو أن يمضي عنك في الدنيا بالخسارة، لكن الذي سيبقى هو العمل. فاجعل المال من عملك. يعني المال هو ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت في الحياة الدنيا، في حياتك الدنيا. يعني إن تعجب فعجب فعلهم. البعض ربما يترك الأموال العظيمة والممتلكات الكبيرة ثم بعد ذلك يأتون الورثة ويعبثون بها، فلا هو الذي يعني جعلها من الباقيات الصالحات ولا هو الذي استمتع بها في الحياة الدنيا. وهنا أثرت أمرا في غاية الأهمية. الحقيقة أن هذا يدل على الغفلة العظيمة، والدليل على هذا أن أناسا يموتون بلا وصية مع وجود أموال طائلة، فنقول لورثتهم ينبغي أن تحسنوا إلى هذا الميت، لأن الحقيقة أن حسابه قد يكون كبيرا، بحسب كثرة المال يكبر حسابه. أنتم الآن أتتكم أموال في بعض الأحيان بالملايين، فأحسنوا إلى هذا الذي جمعها لكم، ولم يوفق للإحسان إلى نفسه، لأن الوصية سميت بالصدقة، تصدق الله بها علينا. فإذا غفل، وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه الورثة، إذا غفل الميت عن نفسه فلا تغفلوا أنتم عنه. لو أنهم أخرجوا جزءا منه، ولا شك أن هذا لابد أن يكون عن طيب نفس، وقد يخرجه بعضهم أيضا، وإن رفض البعض الآخر قد يخرجه في نصيبه، لأن بعض الناس كما تفضلت يستمر يلهث 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 حتى يموت ولم يكتب حتى وصية يجعل فيها لو الربع لو العشر وله إلى الثلث في وجوه الخير حتى تبقى له من بعده. فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه الناس. إن غفل موتاكم فلا تغفلوا أنتم عنه. جميل. ما يتعلق فضيلة الدكتور أيضا ويتواصل حديثنا عن المال، البعض ربما إذا رزق بأموال كثيرة يقول أن الله عز وجل راض عني، والعكس بالعكس. البعض ربما لو قدر الله عليه بالرزق فيقول أن الله عز وجل يعني ربما لا يحبني. فهل هذا المفهوم هو صحيح في الشرع المطهر؟ لا شك أنه غير صحيح، وقد دل على هذا عدة نصوص. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. هذا فهم غير سوي. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. هذا أمر ملاحظ، أن الدنيا تكون بيد الكافر والعدو لله عز وجل، وتكون بيد المؤمن الصالح الذي هو من أولياء الله. لكن فضيلة الدكتور عفوا، ورد في سؤالي قدر الله عليه رزقه، هل الله عز وجل يقدر الرزق أم يقدر عليه رزقه كما جاء؟ يقدر يعني يضيق. جميل. الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويوسعه، ويقدره أن يضيقه سبحانه وتعالى. إذن لا يوصف بالتقتير وإنما بالقدر. على القدر معناه يقدر أي يضيق عليه سبحانه وتعالى لحكمة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جميل. ثم هذا الذي بسط له في ماله وهذا الذي قدر عليه في رزقه كلاهما مبتلى. ولهذا قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبتلى بكثرة المال؟ يبتلى بكثرة المال، لا شك أنه فتنة، لما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار. ولهذا أيضا يختبر حتى الفقير. ولهذا في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبتلى الفقير بالغني، ويبتلى الغني أيضا بالفقير، هل ينفق عليه؟ وهكذا الفقير يبتلى بالغني، هل يصبر على ما هو عليه أو يتزلزل ويتزحزح أما لا ينبغي أن يتزحزح عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. لأن هذا هو رأس المال الكبير. إذا وفق العبد في أمر دينه فهذه من علامات محبته، ومن أعظم علامات المحبة أن يوفق للعلم الشرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد معناها الغبطة، المراد في الحديث هنا الغبطة التي معناها أن تتمنى ما عند غيرك مع تمنيك أن يبقى له، لا تتمنى أن يزول. هذه الغبطة الشرعية. لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منها رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنفق المال في وجوه الحق، هذا هو الذي يغبط. لا يغبط صاحب المال من حيث هو، فالمال صاحبه من حيث هو لا يغبط. ولهذا قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فكون الناس يمتعون، يبقى لهم أموال، يكون لهم، هذا لا تمد إليه العين. وإنما الذي يغبط هو من وفق في هذا المال لأن يصرفه في وجوه الحق. نعم. لعلنا أيضا نختم هذه الحلقة ونجعل ختامها مسك
بحديث عن بذل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لماله في حياته. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في كل خير صلوات الله وسلامه عليه. ومما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا. نعم. فإذا كان الشيء عنده فإنه لا يرده. ولهذا لما لبس عليه الصلاة والسلام في مرة بردا وكان قد لبسه محتاجا إليه، فرآه أحد أصحابه رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله ما أحسنه، أكسنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فورا: نعم. ثم لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته أرسل به إليه، فعتب عليه الصحابة وقالوا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسه محتاجا إليه ثم تسأله؟ فقال: إني سألته ليكون كفني. لم يكن غرضه مجرد أن يلبس، لكن رجا أن يمس جلده ما مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من وجوه التبرك المشروعة، بأن يتبرك به عليه الصلاة والسلام في حال حياته أو حتى بعد مماته بالأشياء الثابتة أنها له عليه الصلاة والسلام كشيء من شعره أو لباسه صلوات الله وسلامه عليه، لا الأوهام الموجودة أن إنسانا عنده شعره ويدعي هذا أن عنده كذا مما لم يثبت، لأنه في وقتنا الآن هناك من يدعي مثل هذه الدعوة وليسوا بصادقين فيها. الشاهد أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فلهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أيضا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أسرع أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، معلوم عنه هذا صلوات الله وسلامه عليه. وكان في رمضان يشتد جوده صلوات الله وسلامه عليه، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. كان كثير الإعطاء عليه الصلاة والسلام. سأله رجل مرة فأعطاه غنما بين جبلين صلوات الله وسلامه عليه، فرجع وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله. فكان يعطي صلوات الله وسلامه عليه الناس، لكن ليتألفهم وليثبتهم على دينهم وليستعينوا به على طاعة الله. وصور بذله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام محط الاستضافة. من أتى إلى المدينة اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ عددا كما ثبت، يأخذ عددا معه عليه الصلاة والسلام، ويأخذ أبو بكر عدد آخر ينطلقون بهم ليعشوهم. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي أهل الصفة وهم الفقراء الذين هاجروا إليه صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أهل وليس لهم مال، فكان يراعيهم مراعاة عظيمة. ولهذا عاش عليه الصلاة والسلام حياة سهلة للغاية، حتى إنه يمر به الشهران لم يوقد في بيته نار. الله. فيقول عروة لعائشة رضي الله عنها: يا خالة ما الذي يقيتكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. ومع ذلك كان يبذل صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون من صور البذل. فهذا مما يدخل في قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أكبر. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتقدم بجزيل الشكر بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء والتقدير إلى ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. الشكر موصول لأخي وزميلي القدير عثمان بن عبد الكريم الجويبر. وأيضا هذه تحيات مخرج هذه الحلقة عبد الله بن شويش. إلى لقاء قادم إن شاء الله وحديث عن المال في الإسلام. تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام. في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام. في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من البرنامج الأسبوعي المال في الإسلام. إن أكل المال بالباطل محرم في شريعتنا، ومذموم آكله ومعطيه مهما تعددت صوره وتنوعت أشكاله، سواء كان مال خاص أو حتى مال عام. حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام عن صيانة المال العام والحفاظ عليه، فللمال العام دور جوهري ومهم في ضمان مصالح المسلمين، والمتأمل في السياقات القرآنية وكذلك في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يجدها متضافرة في الحث على حفظ المال العام وصيانته. صيانة المال العام والحفاظ عليه هو مدار حديثنا في هذه الحلقة، التي يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، الأستاذ المساعد في قسم العقيدة في كلية التربية في جامعة الملك سعود. فأهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. أهلا بكم ومرحبا، وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. دعنا بداية فضيلة الدكتور أن نعطي للمستمع الكريم تعريفا للمال العام، يكون تعريفا دقيقا شاملا مانعا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتضح معنى المال العام ببيان أنواع الملكية. ملكية المال إما أن تكون خاصة بأحد معين فيكون محدود الملكية لأنه مقصور على هذا الشخص الذي يملكه، وإما أن يكون المال عاما لا يملكه فرد معين بل ملكيته للجميع، لا تختص ملكيته بأحد منهم دون غيره. وبناء عليه فإن الانتفاع يكون لكل الذين يريدون في هذا المال، ولا يحل لأحد أن يستأثر بهذا المال دون غيره. هذا بإيجاز عام معنى المال العام. لكن أحسن الله إليكم، حتى يعني يكون هناك مزيد من التوضيح، لو أخذنا أمثلة للمال العام الآن معاشة. نعم، لا شك أن للمال العام أمثلة كثيرة جدا. فمن أمثلته على سبيل المثال المعادن المستخرجة من الأرض، فهذه ملكها عام للجميع. كذلك المشاريع القائمة على أساس نفع عام للجميع كهذه الشوارع وما فيها من جسور ومرافق ونحوها، فهذه منافع عامة. كذلك المدارس والمستشفيات التي تتبع الدولة ولا تتبع قطاعا خاصا. ومن ذلك أيضا الأموال التي في بيت المال، فهذه الأموال أموال عامة تصرف بحسب مصالح المسلمين بما يعود بالنفع العام على الأمة. نعم. عدم ملكيتها لشخص واحد فضيلة الدكتور، هل هو مسوغ للاستيلاء عليها والتلاعب بالأموال العامة؟ لا شك أن هذا الأمر مما يحتاج إلى توضيحه وتجليته بشكل تام، لأن من الناس من قد يستسهل كما سيأتي إن شاء الله تعالى التعامل بطريقة غير سليمة مع هذه الأموال العامة، ويتورع عن التعرض للأموال الخاصة، كما لعل هذا بإذن الله عز وجل يأتي له بيان عند الكلام على موضوع الفساد. جميل. فضيلة الدكتور، دعنا أيضا نقف وقفة مهمة وغاية في الأهمية في مطلع هذا الحديث عن هذا الموضوع الأهم، قضية الولاية على المال. حتى إذا كان هناك أميرا على منطقة أو وزيرا في وزارته أو حتى مديرا أو مسؤولا، هل يعني الإسلام يمنح هذا الشخص الحق الكامل في التصرف في هذه الأموال بأهوائه دون وجود إطار تنظيمي؟ لا شك ولا ريب أن هذه الأموال العامة بحسب التعريف السابق لما كانت أموالا عامة لم يجوز لأحد كائنا من كان أن يتصرف فيها إلا بما يعود بالمصلحة العامة. وبناء عليه نحتاج إلى الكلام على طرق الحفاظ على المال العام هذا من حيث العموم. الحقيقة أن ثمة طرقا في غاية الأهمية، لكن نجمل بعضا منها ونعرج على هذه النقطة التي ذكرتها إن شاء الله تعالى تحديدا. من طرق الحفاظ على المال العام تعويد الأمة وتربيتها منذ الصغر على إزالة أي إضرار بهذا المال، سواء كان في شكل إفساد متعمد بقطع النظر عن هل أراد المفسد الإضرار العام أو كان مجرد عبث من العابثين. وهكذا لو كان الإفساد بنوع من أنواع الإهمال، لأن الإضرار بالمال العام يعود على الجميع بالضرر، فينبغي أن يستشعر الجميع أن الضرر هنا عام على الجميع. هذه طبيعة الأموال العامة، لا يعود الضرر كما أن ملكيتها عامة، فالضرر ينبغي أن نربي الناس على أن الضرر فيها يعود على الجميع. المال الخاص إذا وقع فيه ضرر فالضرر ينحصر على الواقع فيه، على مالكه، مع أن الشرع نهى عن إضاعة المال سواء كان مالا خاصا أو مالا عاما. إذن
الطريقة الأولى تعويد الأمة وتربية النشء على إزالة الإضرار هذا أيا كان مصدره. لكن صاحب الفضيلة يعني في واقعنا الحاضر نشاهد هناك ربما مفاهيم مغلوطة أن هذا حلال حكومة، وتجد الأب يوجه أبنائه بهذه الطريقة، بينما إذا كان في منزله فتجده يعني يوجه أبنائه في الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة. هذا في الحقيقة سيأتي بإذن الله عز وجل، لأنه ثمة ضابطا في غاية الدقة حتى أعرف هل تعاملي مع المال العام تعامل سليم أو لا. لو كان هذا المال العام ملكا لي، نعم، هل سأعمل فيه بهذه الطريقة أو لا؟ هذا ضابط سيأتي وسنعطي عليه نموذجا إن شاء الله تعالى من سيرة عمر، لكن لنكمل بعضا من طرق الحفاظ على المال العام. نعم. الطريقة الثانية تدبر القائم على أي فرعية من فرعيات المال العام في أمره، كما قلنا هنا، هل يعمل في هذا المال العام كعمله في ماله الخاص من حيث الحرص عليه وأداء العمل على الوجه المطلوب، فضلا عن البعد عن التعدي عليه بنهب أو اختلاس أو غيره. وهنا تأتي المسألة التي تفضلت بها. يسأل كثيرون في القطاعات الحكومية عن مسألة إذا قام المدير بشيء من المكافأة أو التعامل المتسامح مع موظفيه هل يحل له ذلك أم لا؟ يقال إن كان صاحب صلاحية فلا إشكال، لأنه مخول بحسب ما جعل الله عز وجل في يده من الولاية، مخول بمثل هذه التصرفات. لكن ليتأمل هذا القائم على هذا القطاع، لو كان القطاع الذي يرأسه قطاعا خاصا به هو، هل سيعمل فيه مع الموظفين بمثل هذه الأساليب أو لا؟ إن قال نعم فهو بإذن الله مأجور، لأنه يعمل بما يصلح القطاع العام وينميه ويغذي في الموظفين الموجودين جانب العمل الدؤوب ليكافئ المحسن من غير المحسن. وإن قال لا، لو كان القطاع خاصا بي ما فعلت هذه، فليعلم أنه لم ينصف من نفسه ولم يقم بالولاية على الوجه النزيه العادل، لأنه حين يكون كريما في القطاع العام بخيلا في القطاع الخاص فالسبب في هذا سوء التعامل. من الطرق أيضا، وهي مسألة في غاية الأهمية وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عليها لاحقا عند الكلام على الفساد، إحياء تقوى الله في النفوس وإبراء النماذج المشرفة لرعاية الأموال العامة لدى سلف الأمة، لتكون قدوة صالحة للناس في هذا السبيل، كما سنذكر إن شاء الله نماذج منها. جميل. من الوسائل، وهي الوسيلة الأخيرة وليست قطعا الأخيرة من حيث العموم، لكن في هذه العجالة، تكثيف الرقابة لرصد العبث بهذا المال مع محاسبة الجاني وفق أحكام الشرع التي جعلت سدا منيعا حيال العبث بهذه الأموال. ولن تنجح أمور الرقابة بتاتا إلا إذا كان المراقب المختار محل الأمانة ومراقبة الله تعالى، وإلا فلن تجدي الرقابة شيئا، وهذا ما يؤكد على انتقاء من يتولون الرقابة أنفسهم. نعم. هذا ملحظ في غاية من الأهمية. نعم. لكن فضيلة الدكتور، نشاهد الآن للأسف البعض ربما يتهرب من سداد القروض الحكومية ويحرص تمام الحرص على سداد القروض الشخصية بحجة أن هذه أموال للدولة وهي أموال عامة ليست ملكيتها لشخص واحد. نريد منكم التوجيه الشرعي في ذلك، خصوصا هناك للأسف بعض الذين توفاهم الله عز وجل وهم لم يسددوا الأموال العامة للدولة. الحقيقة أن هذه الصورة هي أشد الصور خطورة. نعم. لأنها أكثر الصور من الأنواع الانتهاك للمال العام. هذه الصورة بسبب استسهال كثير من الناس الأخذ من الأموال العامة في القطاعات الحكومية. وأصعب ما في الموضوع ما ذكرته وفقك الله من أنهم يعتقدون أن لهم الحق في هذا المال فيأخذونه براحة وبطمأنينة، مع أنهم يتورعون تمام التورع عن الأخذ من أموال الأفراد مثلا، لأنهم يرون أن هذا الذي لا يحل لهم هو الأموال المتعلقة بالأفراد. أما المال العام فيرون أن لهم الحق في في الأخذ منه بأساليب تأتي إن شاء الله. لك أن تتصور خطورة هذا الأمر لو أنه شاع في الناس. نعم. وصارت الأيدي تمتد للأموال العامة بحجة أن لهذا الذي امتدت يدي إليه أن لي فيه نصيبا. لا شك أن الأموال العامة أولا كثيرة جدا، وأيضا هي منتشرة في أماكن متعددة لكثرة الخدمات التي تؤديها. فإذا وجدت هذه الفكرة عند الناس فستنتهك هذه الأموال على نطاق واسع. لذا لا بد من تعريف الناس بأن هذا أمر محرم شرعا، ولا يحل لأحد أن يتعامل مع هذه الأموال بمثل هذه الأساليب. لنعطي يعني تقصد فضل الدكتور حجتهم أن هذا
يعني حقي المشاع في بيت مال المسلمين ولي أن أخذ منه. نعم. هذا هي حجتهم. نعم. بالتعبير الموجود عند بعض العامة عندنا يقول حلال الحكومة. أي نعم. يعني سهل أمره، لكن حلال جاري أو حلال غير لا حرام، هذا ما يجوز. فهو في تصوره أن هذا المال له فيه نصيب، وهو بالفعل له فيه نصيب، لكن كغيره أيضا ممن لهم فيه نصيب. نحب أن نعطي بعض الصور جميل. على هذه المعاملة. يمكن أن نذكر نموذجين كبيرين لهذه الصورة يندرج تحتهما عدة أمثلة. النموذج الأول الأخذ المباشر من المال العام، حيث يتساهل كثيرون في أخذ بعض الموجودات داخل القطاعات الحكومية، سواء من الأشياء الصغيرة بدءا بالأقلام والأوراق، أو بالأشياء الكبيرة كالسيارات التي وضعت مثلا لهدف محدد ولموظفين تقتضي طبيعة عملهم استعمال هذه السيارات لخدمة هذا القطاع. تجد من يستعملها في أموره الشخصية في أسرته، ربما سافر بها واستفاد من قسائم تعبئة الوقود مثلا. وقس على هذا أمثلة أكبر أيضا. لا يرى من يقوم بهذا أنه قد غلط، يقول ما أستحقه في بيت المال أكثر، فهو لا يزال الآن يرى أنه لا يزال يمكن أن يستنزف أكثر بهذه الطريقة. طبعا هذا قليل من كثير والأمثلة أكثر. النموذج الثاني التهرب مثلا من سداد القروض الحكومية بدعوى أن له نصيبا في بيت المال الذي أقرضه مثلا 500,000 على سبيل المثال. هذه القروض تكون تارة زراعية وتارة تكون لإنشاء منزل. بالفعل مات أناس نسأل الله يعفو عنا وعنهم وهم متهربون بطريقة أو بأخرى من السداد، فلزمت ذمامهم هذه الصورة، ولزم الورثة أن يعلموا أنه لا يحل لهم من المال الموروث إلا ما بعد ما يسترد من المال العام. صاحب الفضيلة، يعني العفو الملكي عن القروض، قروض المنازل، هل تبرأ ذمم المتوفين بعد هذا العفو؟ نعم إن شاء الله، إذا كان بهذا الوضع تبرأ الذمة. لكن الإشكال كان في تهرب، الحقيقة أن هذا كان في السابق كان هناك تهرب كثير، وتراكمت على أناس قروض ل10 أو لأكثر من السنوات، وورث البيت أبنائهم واستمر الميت. لا شك أن ذمته معلقة بلا ريب، لأنه كان يتهرب، بخلاف ما لو توفي والقروض متوالية، فإن الذين ورثوا البيت يرثون القروض. لكن الإشكال أنه كان يتعمد التهرب. هذه الصورة مثل ما قلنا شديدة الانتشار بالنموذجين اللذين ذكرنا. والسبب وجود فهم غير سوي للتعامل مع هذا المال العام. وأقول لكل من يتساهل فيه فكر في مسألة واحدة: هذا المال الذي لك فيه نصيب، نعم، وأخذت منه مقدارا كثيرا، هل أخذ غيرك ممن لهم نصيب مثلك؟ هل أخذوا مثل ما أخذت؟ بالطبع لا. طيب، هل ترضى أن يتسابق أبناؤك للأخذ من مالك بدعوى أن لهم نصيبا فيه، فيكون بعضهم آخذا مقدارا كبيرا وبعض آخر كالصغار على سبيل المثال لم يأخذ من المال شيء؟ هل للابن نصيب في ماله؟ نعم، لأنه لو توفي الأب الآن لانتقل المال إلى الورثة مباشرة. لكن الشرع لا شك أنه إذا جعل لك نصيبا في هذا المال العام فإنه يضع وسائل، وسائل مشروعة لوصول هذا المال العام إليك، وبطريقة لا تكون على طريقة التهارش والتسابق والركض، ومن يكون أكثر حذقا ومن يكون أكثر طيشا وتسرعا في أخذ هذا المال. فلك نصيب، ولكن يأتيك نصيبك بالوسيلة الشرعية. نعم. فضل الدكتور، حديثكم السابق ربما كان يعني حديث عن سرقة للمال العام بطريقة واضحة مباشرة، لكن هناك السرقة الخفية كسرقة أوقات الدوام والتهرب والتلاعب بأوقات الدوام وغيرها. هل يعد هذا الضرب من ضروب الاستيلاء على المال العام وسرقته؟ هو بالنظر إلى كون الموظف الحكومي عاملا في قطاع قد أعطاه ساعات معينة وبنى عليها هذه المرتبات، فإنك لو قسمت المرتب مثلا من 10,000 على ساعات العمل لوجدت أنه ينبغي أن تحرص غاية الحرص على أن تؤدي العمل قدر ما تستطيع، إلا أن يعرض عارض لا حيلة فيه. لكن إذا كان الموظف على سبيل المثال سيأتي الساعة 9 وسيخرج مثلا الساعة 1، فبهذه الطريقة لو تأملت لوجدته لا يعمل شهرا كاملا، وجدت أنه يعمل أقل من شهر قطعا، ويتقاضى مرتبا لا يتقاضاه إلا من يعمل عمل الشهر الكامل. هذه الطريقة وبهذه الأسلوب، ولا سيما مع عدم وجود العذر، لا شك أنها نوع من أنواع التلاعب بالمال العام قد لا يشعر بها صاحبها، وأيضا يترتب عليها تعطيل كثير من المصالح. فإنك تجد في بعض القطاعات الحكومية عددا من المراجعين ينتظرون موظفا، هؤلاء المراجعون عدد منهم أيضا تركوا أعمالهم أيضا الحكومية
وتركوا يعني وعانوا ظروفا حتى يصلوا، فكل هذا الآن تعطل بسبب أن هذا الموظف على سبيل المثال الذي كان يفترض أن يكون متقدما قد تأخر هذا التأخر. لكن أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، البعض ربما لا يكون هناك عمل، يعني يأتي ولا يوجد عمل، هل يسوغ له الخروج من الدائرة الحكومية؟ هو هذا لما قلنا قبل قليل يعود الأمر إلى صاحب الصلاحية. صاحب الصلاحية إذا رأى، وهو ممن يملكون الصلاحية، إذا رأى أن العمل يمكن أن يقسم فإنه يمكن أن ينظر في هذا الجانب. لكن الحقيقة أن وجود موظف لا عمل له أنه خطأ، وما يعرف الآن بالبطالة المقنعة أو نحوها. أنت الآن لماذا تركم عددا من الموظفين يترتب على ركمهم أن يوجد ساعات كثيرة لا يعملون فيها في الوقت الذي توجد قطاعات أخرى يبدأ الموظف الجاد من الصباح وينتهي الدوام وهو لما يفرغ من عمله؟ هذا التراكم بهذه الطريقة في قطاع واحد أو قطاع حكومي غير سوي، معنى ذلك أن ثمة توزيعا غير جيد للموظفين. فهذا الحقيقة الخطأ في نفس الاستراتيجية التي تجعل بعض القطاعات مكومة فيها الأعداد بما يجعل الموظف يقول أنا ماذا أعمل؟ أنا لي 3-4 ساعات لم أعمل، بينما في قطاعات أخرى ينتهي الدوام ولما يفرغ الموظفون من عملهم. جميل. صاحب الفضيلة، ما يتعلق لو وقفنا يعني وقفة تأمل عند بعض نماذج تعامل سلفنا الصالح مع المال العام، حتى يعني لو أدركنا الوقت ربما نكملها أيضا في حلقة قادمة إن شاء الله. من نماذج تعامل السلف مع المال العام ما رواه ابن سعد رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإن أيسرت قضيت. يقول هذا عمر رضي الله عنه لأنه هو الناظر الأول قطعا بصفته خليفة، هو الناظر الأول في هذا المال بحكم هذا الموقع، ومع أن له نصيبا فيه بالنظر لكونه خليفة قد اشتغل بمصالح المسلمين عن مصلحته، ومع كل هذا يأخذ من هذا المال كما يأخذ القائم على أمر اليتيم من ماله. قال تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا نموذج للولاية العامة. ومن نماذج ذلك أيضا قوله: لا يحل لي من هذا المال، يعني المال العام قطعا، إلا ما كنت آكلا من صلب مالي. وهذا لما قلنا قبل قليل على من يقوم في قطاع عام أن ينصف من نفسه وينظر هل سيعمل في هذا المال كما سيعمل في ماله الخاص. هذه من الموازنات العظيمة. يقول: لا يحل لي من هذا المال يعني العام إلا ما كنت آكلا من صلب مالي. فمثلا لو أراد أن يقتني لنقل ثيابا بصفته ممن يحل له ذلك باعتبار أنه قد أشغلته الخلافة عن مصالحه الخاصة، يقول: لو كان لي مال خاص لاشتريت ثيابا من نوع معين. فكذلك الحال بالنسبة للمال العام، ما آخذ من هذا المال ثيابا شديدة ارتفاع الثمن لأنها على حساب المال العام، بينما لو كان من مالي الخاص لا اقتصدت. هذه قاعدة مثل ما قلنا ليتنا نضعها أمامنا فيما يتعلق بالمال العام. تكون ضابط دقيق جدا. نعم. يعني يشاهد البعض ربما يكون لديه مشاريع خاصة ولديه أيضا عمل حكومي، تجد بذله في المشاريع الخاصة أضعاف يعني حقيقة عطائه في العمل الحكومي. بل هذا للأسف الشديد يحدث في نطاق تمنى أن لا يحدث فيه أبدا، وهو النطاق الطبي. نعم. يعني بعض الأطباء ولا أقول الجميع يتعامل بأسلوب في المستشفيات الحكومية يختلف عن عمله في العيادات المسائية التي تكون خاصة، لا من جهة حسن التعامل والاستبشار بالمريض وطريقة التعامل معه، لأنه في القطاع الحكومي سيأخذ مرتبه على كل حال. هنا في القطاعات الخاصة التي يعمل فيها قد يعامل الناس معاملة أخرى. هذا عدم الإنصاف، ولا سيما في الجانب الصحي، وأشد من أشد يعني ما يكون على الناس. فعليه إذا أراد الإنصاف من نفسه أن يعامل الناس في الوضع الذي يعود عليه بالمصلحة الخاصة كما يعاملهم في القطاع الحكومي العام. جميل. إذن على وعد إن شاء الله بإكمالها في حلقة قادمة نستكمل بعض النماذج تعامل السلف الصالح مع المال العام. وفقكم الله وسددكم. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتقدم بجزيل الشكر بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء إلى ضيفها
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، الأستاذ المساعد في قسم العقيدة في كلية التربية في جامعة الملك سعود. الشكر موصول لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة حمد العزاز. إلى لقاء قادم إن شاء الله. تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام. في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام.